بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وطماف إيرين. طبيب مسيحي وخادم من أسوان، طبيب أمراض قلب، بيوقع في موقف لا يحسد عليه. أمر عجيب من ربنا، المخلوق يتخلى وربنا يتولي. حقيقي الكلمة دي ما جاش من فراغ. أنا عن نفسي عشمانة في ربنا في حاجات كتير. عشمت في العذراء، في صوم العذراء، وربنا استجاب لي الطلبة من الطلبات اللي أنا تمنيتها، ومستنية برضو من العذراء حتى بعد صيامها إنها تتحنن علي في الطلبات الباقي. يا ترى هلاقي حد من العشمانين زي حالاتك دي عشمان في ربنا ورحمته وشفاعة الست العذراء؟ يا ريت تكتب لي في التعليقات. حبايبي وحبايبي البابا كرولوس وطماف إيرين، لايك ومشاركة للفيديو واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. حبايبي الست العذراء ونور السلام الرب عليه، الرابط بتاع قناة العذراء أم الفادي في أول تعليق. انضموا للقناة وشوفوا الفيديوهات اللي منزلاها واكتبوا لي تعليقاتكم وآرائكم هناك. القصة اللي هتسمعوها هتنزل دموعكم زي ما نزلت دموعي بالظبط. هتكلم على لسان الدكتور للتسهيل والتبسيط. الحصلان الايام دي وعايز اعرف مين معاي، ومش الايام دي بل من زمان، ان اللي مرتاح ومعاه كل حاجه عيوبه متغطيه ومحدش بيقول فيه كلمه ولا يقول معاه بم، بالعكس الناس بتطبل له على الغلط. اما البني ادم اللي ماشي مع ربنا واللي ماشي فيما يرضي الله وكل حاجه صح وبيعمل كل حاجه حلوه، اذا وقع في ازمه الناس كلها بتديه ظهرها، حتى اقرب الناس ليه، والأقنعة كلها بتترمي على الأرض وبتبان الناس على حقيقتها. مش هقلب عليكم المواجع كتير وهقول لكم كديه الناس بتبان وطيانها وخساستها، لكن اللي هقوله لك اللي قالته الست البسيطة زمان لما قداسة البابا شنودة الثالث الله ينيح روحه استدعاه عشان ياخد من سلامه، عشان ياخد من إيمانها العميق اللي في قلبي واللي طالع منها بمنتهى البساطة، لما قالت المخلوق يتخلي ربنا يتولي. أول ما البيبان تتقفل الغلبان بيرفع عينه للسمي ويطلب من رب المجد، بيطلب من الست العذراء تشفع له وتتحنن عليه وتديه، بيطلب من القديسين تفتكروا ربنا هيخذله، ربنا اللي باصص لدموعه واللي جاشته هيقفل أبواب الرحمة في وشه. هكلمكم دلوقتي عن أعظم معجزة بل أعظم تدخل من العناية الإلهية. هتكلم بلسان الدكتور الخادم اللي حكى القصة، وياريت كلنا نتوعب مني ونتعلم إن ربنا ما بيتخلاش عن حد. لو في إيدك تعمل الخير اعمله، واوعى يكون قلبك اسود، واوعى يكون إيدك ضيقة، على قد ما تدي ربنا هيديك. أنا مش بس دكتور، أنا بخدم اسم الرب يسوع في كل مكان. أنا بخدم على قد ما ربنا بيديني وقت وقوة وصحة، لكن في عيب قاتل. العيب ده وحش جدا، في إن فوضوي غير منظم بالمرة، وكمان في حتة إني نساي. ما أنا أعترف بعيوبي وأقول عيوبي على طول قبل ما حد يقول لي فيك ولا فيك. أنا اللي أحكي عيوبي بنفسي، على رأي المثل اللي بيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنا خدمتي كانت في إحدى كنائس القاهرة. الكنيسة اللي كنت بخدم فيها كنت مبسوط جدا وحاسس بإيد ربنا وبالعناية الإلهية اللي شغالة معاي خطوة بخطوة، حاسس بتعويضات ربنا عن الوقت اللي بستقطعه من راحتي ومن شغلي، الوقت اللي بقضيه في خدمة ربنا وفي خدمة أولاد ربنا. الحد ما تم ترشيحي اني اروح والقي محاضرة على الشباب في اسوان. لازم اروح اسوان بنفسي، ما ينفعش يعني اونلاين ولا على النت، والوقت صيف حر موت، وقطعت لانه دي كلمة ربنا اللي بتناديني في اي وقت وفي اي مكان. اتكلت على الله وخدت بعضي ورحت، سافرت على هناك، وكان يوم روحي جميل، والقيت المحاضرة للشباب وكلهم استمتعوا وانبسطوا جدا جدا واستفادوا من المحاضرة الروحية اللي أنا ألقيتها عليهم. لكن لما عرف أحد أسر شاب من الشباب اللي هناك إن أنا أراجع خلاص على القاهرة، كلفني بمهمة مهمة جدا جدا جدا، وقال لي لازم تاخد بالك إنك تنفذ الوصية دي. أمنوني أمانة بمبلغ كبير من الفلوس وحاطينه في ظرف جواب، وقالوا لي خدوا. الناس بسطة وغلابة جدا، ما عندهمش أي إمكانية ولا أي معرفة إن المبلغ ده يوصلهم إلا يد في يد. الناس اللي هيوصلهم الجواب اللي فيه فلوس دي أرملة معاها 5 أطفال، ست غلبانة جدا
أمية ما تعرفش تقرأ ولا تكتب، لكن على الله حكايتها، وقلبي زي ما بيقولوا طريق من الأرض للسمي. زوجها مات وما تركلهاش أي حاجة تعيش منها، وطبعا مش عارفة تتوصل لأي حل، ولا قادرة تسيب ال5 عيال وتشتغل، ولا الفلوس اللي جاية من الكنيسة مقضياها، ودي مشكلة كبيرة عايزة مراجعة. في أسر بتبقى مستورة، الأسر دي ما بتحبش تمد إيدها لحد، ولا تقول الكنايس، ولا تقول لأي مخلوق خلقه ربنا، وبيعانوا الأمرين في ظروفهم الحياتي. أيضا في أسر غلابة وفقراء ومساكين ما بيقدروش يروحوا الكنيسة ويطلبوا، ما يعرفوش يعني السكة، أو ممكن بيروحوا ومحدش بيرحب بيهم ولا بيديهم. الأسر دي والأسر دي محتاجة ملاحظة، محتاجة خدام تنزل على أرض الواقع وتشوف الناس دي محتاجة إيه، من غير ما يجرحوهم ولا يجرسوهم مع الناس، ويعرفوا الناس إنهم بيمدوا إيديهم الحد. أنا خدت ظرف الجواب وحطيته في الشنطة بتاعتي. الشنطة بتاعتي عاملة زي مغارة علي بابا بالظبط. يعني سماعة تلاقي فيه، أدوات تلاقي فيه، ورق تلاقي فيه، أي حاجة في الدنيا ممكن تلاقيها في الشنطة دي. وربنا ما يحكمش عليكم بالذاكرة السمكية بتاعتي، أنا ذاكرتي ضعيفة وبنسى كتير. الأسرة دي سابهم والدهم وعائل بيتهم، لا حول لهم ولا قوة، لكن ربنا عمره ما ينسى أبدا، لا ينسى الأرملة ولا ينسى اليتيم. لكن الحقيقة أنا نسيت خالص، وغاب الظرف بتاع الجواب اللي فيه الفلوس عن خيالي وعن ذاكرتي تماما، أكنه ما حصلش وما توجدش، وتاه في الشنطة يا اللي بقولكم عليه. الحقيقة ما انتبهتش، وعدى وقت كتير، عدى وقت كان مفروض ان الفلوس دي توصل للناس دي بأقصى سرعة. وفي يوم تم استدعائي على وجه السرعة عشان اروح المستشفى، عشان حالة طارئة هناك، ويلا روحوا بسرعة. فركبت تاكسي عشان اوصل بسرعة لان عربيتي كانت عطلان. وسبحان الله ترتيب ربنا عامل ازاي، ان التاكسي كمان يوقف ويوقف بشكل مفاجئ. العجلة نامت ولازم تتغير، مع انه حاجة غريبة، السواق بيقول ان العجلة دي كانت جديدة وما فيهاش اي حاجة، ايه اللي يفسيها في الحتة دي بالذات. انا اتخنقت واتضايقت، وحسيت ان خلاص روحي هتطلع، انا متأخر على حالة مستعجلة مفروض اريح فيها بسرعة، ولكن للأسف الشديد يحصل العطل ده. فمن كتر الزهق والحر نزلت اشرب حاجة ساقعة من السوبر ماركت. اخدت الحاجة الساقعة وطلعت شوية برا السوبر ماركت، لقيت بيت قديم، يعني عمارة قديمة، وفيها صوت طالع بوضوح اكنه في سماعات موصلة لوداني. الصوت ده جاي من البدروم، من الدور الارضي خالص، جاي الصوت كله اكنه صلاة بالظبط. فانا شدني الموضوع، يعني الموضوع صلاة، فشدني اني اسمع ايه اللي بيتقال بالظبط، مع ان ده مش تلصص ولا حاجة، لكن ربنا هو اللي كان سايقني للطريق ده. سمعت صلاة بلجاجي هزت قلبي ونزلت دموعي. واحدة ست بتصرخ لربنا وتقول له يا رب انت عارف، انت ابو اليتامى والارامل، وانت عمرك ما هتتخلى عني ابدا ولا هتتركني في اللنفي. انت عارف يا رب ان دي اخر لقمة في البيت، وما فيش اكل لعيالي اليتامى الصغيرين والمدرسي والبيت، ما فيش اي مليم يتصرف عليهم، كل حاجة فاضية وما معيش فلوس. احنا يا رب ملناش غيرك، توكلنا عليك، رجانا فيك، نلتجئ اليك، تتصرف يا رب، ماليش حد غيرك اقول له اتصرف، ماليش حد غيرك اقول له هات، هات انت يا رب، عشان انت يا رب لا تعوزني ولا تحوجنا لحد، انت سندنا وعكازني بعد صاحب البيت. لما سمعت الست بتبكي وبتصلي بحرارة وبتصلي بثقة وبعشم، وأكنها بتتخانق مع ربنا وبتقول له ما تنسانيش، أنا واثقة فيك، عارفاك، عمرك ما هتسيبني، هزتني من جوا، خلتني دموعي تنزل، وأحس إن أنا إنسان ضعيف، وأحس إنه كدية البني آدم ده محدود، كدية البني آدم ضعيف، كدية الست دي قوي وعظيمة وملتجئة لربنا مش لأي مخلوق. في لحظة اتهزيت وجسمي اتقشعر، وافتكرت ظرف الجواب اللي كان مفروض اوديه من ايام. انا ايه اللي حصل في مخي؟ ازاي انسى حاجة زي كده حتى لو انا في عيب ان منسي؟ ممسك الظرف ده اللي خلى شعر راسي كله
طقطق بياض ان العنوان اللي مكتوب على الظرف هو العنوان اللي انا واقف فيه بالظبط، هو عنوان الست دي اللي بتصلي بلجاجة. خبطت على الست واديتها ظرف الجواب، فبتقول لي انت مين وايه اللي انت جايبهولي دي؟ وقلت لها ربنا سمع صلاتك وبعتني ليكي الاسره الفلانيه من اسوان، بعتلك البركه دي وسامحيني وحليني، انا انسان خاطي، انا نسيت لعده ايام، سامحيني، انا اغلطت وانا اللي خليتك تنتظر الوقت دي. فطبعا دموعها سالت وقالت لي لا مفيش حاجه، انا عارفه ترتيب ربنا هيبعت البركه والخير امتى وازاي. لازم كلنا نعرفه ان الله قاضي الارامل وابو الايتام وما بيتخلاش عن اي محتاج. نظف قلبك من جوه، ارفع ربنا، هتلاقي الصله بينك ما بينه اسرع من البرق، اسرع من خيالك، اسرع من اي بني ادم. ممكن تقف قدامه وتقول له ساعدني او اديني او اقف جنبي، المخلوق يتخلي ربنا يتولي. خليها قانون في حياتك. يا ريت تكون دي رسالة الكل حزين، الكل مهموم، الكل إنسان فاقد الرجاء بالله، الكل إنسان إيمانه قل من كتر المر والتجارب اللي مارر بيها واللي عايش. يا ريت تكون رسالة كمان الكل إنسان مديون، مش لاقي شغل، بيته محتاج، طلب من كل اللي حواليه وخذلوه، طلب من كل اللي حواليه وداسوا على رقبته واتلقموا عليه. ارفع عينك للسمي، ربنا راح فين لما تطلب من بني آدم؟ ولو اللي هيساعدك بني آدم ربنا اللي هيسخره لك، مش انت اللي هتطلب منه ولا انت اللي هتتذلله عشان يساعدك. ربنا اللي يساعد الناس مش المخلوق. الرسالة دي لكل إنسان منسي، الكل إنسان متروك، الكل إنسان اتجرح، الكل إنسان مر بضيقة وما لقيش حد يقف جنبه. وطبعا واكيد دي رسالة لكل يتيم وكل ارملة، اوعي تخافي، ربنا موجود وعيالك دول ربنا هيتولاهم، لانه خد سندهم وخد عائلهم، يبقى هو اللي بيجي سندهم وبيجي عائلهم. ربنا يبارك حياتكم، يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو، ويفرح قلوبكم جميعا امين. تنسوش احبائي لايك ومشاركة للفيديو، واشترك لو لسه بتسمعني لاول مرة، اشتركوا ايضا على قناة العذراء ام الفادي، الرابط في اول تعليق. ويا ريت تشرفوني حضراتكم بانه تنضموا للقناة وتشوفوا كل الفيديوهات اللي فيه. من جوا 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 قلبي، من جوا جوا اعمق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه وما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين وفرحانين في اتم صحة واحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وارزاقكم امين يا رب.